ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ انا محمد ثانوي اسيستنت فيديو في غايه الاهميه، عشان كده اعملوا سبسكرايب ولايك زي ما انا مش كاتب هنا، واللي بنخش في موضوع الفيديو على طول. بس استنى، قبل ما اخش في موضوع الفيديو عايز اقول لك على حاجتين. ايوه، انا بنزل فيديو كل يوم لحد ما تخش الامتحان. اتنين، الفيديو دوت مش عنوان فيك. خالصه كده يا ريسه. حد بقى يقول لي تالت حاجه، هو انت ليه عملت مقدمه وانت قافل عينك؟ زياده جمدان، مع ان زياده الجمدان دي مش لايقه على شعري، بس انا هعديها وانت كمان عديها لي، ماشي؟ عديها لي. المهم، قبل ما اقول لك ازاي توصل للعقليه بتاعت الاوائل او اللي جايبين تسعينات، او يا عم واحد داخل كمبيوتر ساينس وانت عايز تخش كمبيوتر ساينس، اي حد متفوق، ازاي توصل للعقليه بتاعته دي؟ اقول لك على حاجه. واحد كتب لي كومنت على فيديو انا قلت فيه جمله، هي ايه الجمله دي يا عبد الرحمن؟ خد الاتي. قلت كده: هي ثانويه عامه دي ايه؟ عقليه وتنظيم الوقت. ثانويه عامه دي ايه؟ عقليه وتنظيم الوقت. فراح هو داخل كده بكل سذاجه، فاهم؟ انا هشتم الكومنت ده كتير، فاهم؟ فانت ما بشتمكش انت شخصيا، فاهم؟ وانا اصلا ما اعرفش انت مين، ماشي؟ وانت غالبا نسيت انت كتبت الكومنت ده، ماشي؟ فانا باكت يعني ازف الكومنت ده مش موجود اصلا، ماشي؟ فهشتمه براحتي بقى. كومنت في غايه الغباء والسماجه. يقوم داخل لي كده بكل بالوش ده كده، فاهم؟ عامل كده وهو بيتكلم. قال لي: ايه يعني عقليه؟ اعمل ايه يعني؟ انت بتالي كده، ايوه اعمل لك ايه؟ قال لي: يعني ابقى طموح، ولا ارضى بحالي، ولا اتسرع، ولا ابقى عادي؟ انت عايز اقول لك يعني تفكر ازاي؟ يا عم اهدى. اهدى يا عبد الرحمن بيه، اهدى. في حد دلوقتي بقى فاهم بيتفرج عليا عمال بيقول لي اهدى. حاضر يا عم اهدى. اهدى، بس هو يعني انت مش شايف الكومنت بيقول لي ايه يا اسطى؟ مش شايف الكومنت ده؟ اقسم برب العزه مش فاهم. يعني كام فيديو ده الفيديو الكام؟ اليوم ال 178؟ 177 فيديو وجاي يقول لي كومنت ده؟ لا دي شتيمه بقى، بس ما علينا. المهم، واضح ان البني ادم اللي كتب الكومنت دوت هو مش فاهم يعني ايه اصلا عقليه. فهو تقريبا فاهم، افتكرها مثلا ما اعرفش والله افتكرها ايه من كتر سذاجه وغباء الكومنت، بس تمام. بص يا ريس، عيب في حقي لما اكون منزل 177 فيديو وانت تقول لي الكومنت ده. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان انا المفروض يعني ان انت مثلا متفرج على اتليست 10 منهم. لو انت بس انت تعرفني بقالك كام يوم، اكيد دخلت ودورت على الاسئله اللي انت بتدور عليها في دماغك واتفرجت عليها. المفروض كونت طريقه تفكير. خلاص كده يا كبير، هو ده معنى العقليه بالنسبه لي. عشان كده انت ممكن تلاقي مثلا واحد عقليته قويه، واحد عقليته جبانه، واحد عقليته ضيقه الافق، فاهم؟ اظن انت كده وصلت لك معنى كلمه عقليه. هي طريقه تفكير وزي مبادئ وكل حاجه بتندرج تحت كلمه عقليه بالنسبه لي. خلاص كده يا كبير. فانا ما ينفعش اقول لك اعمل كذا في فيديو. ليه بقى؟ عشان انا فعلا ممكن اقعد معاك واسمع منك واقول لك: بص انت محتاج تعمل الموضوع ده تعدله في عقليتك. هل يا عبد الرحمن هتعمل كده؟ اه هعرف مالكش دعوه انت بقى، ما علينا. المهم يا رياسه، نركب بقى الكومنت ده خالص، واقول لك على حاجتين. اول حاجه، الحاجه الوحيده اللي انت محتاجها قبل ما تخش القناه دي حاجه واحده بس، هي مهاره واحده بس، وهي ان انت تفهم ايه مشكلتك. حد دخل يقول لي انا بسرح. بتسرح ليه؟ قول لي انت بتسرح ليه وانا هحل لك المشكله. انا هحلها. فمش ممكن ممكن، لا انا هحلها فعلا. فاهمني؟ انا هحلها. مش مثلا في احتماليه، لا. انا ما بعرفش احل الواجب. ليه؟ قول لي ليه وانا هحلها لك. هحلها لك. خلاص كده يا ريسه، ما علينا. فانت كده محتاج المهاره دي بس، وصدقني المهاره دي اهم مهاره اصلا. هما مهارتين بالنسبه لي اهم مهارات في الحياه: انك تعرف مشكلتك، خلاص، وانك تعرف تتعلم ازاي تحل المشكله، بس تتعلم يعني. طيب ماشي، معانا عن الكلام ده كله. ايه الحاجات التانية انت عارف عايز تقولها؟ اقول لك نسيت بصراحه يعني. الحاجه التانية اللي عايز اقولها لك، هو انا جاي اقدم لك ايه في القناه هنا؟ 3 حاجات. ايه ده؟ انت عمال تهري يا عبد الرحمن كل دوت 4 دقايق وشويه، خلاص، وانا برضو لسه ما فهمتش ازاي اوصل للعقليه. ما انت اصبر. ما اللي انا بعمله ده بكون لك العقليه. مش بقول لك ايه اعمل كذا. انت كده ما اقتنعتش، انت كده انا ما غذيتش دماغك دي. المفروض تسمع كتير، اسمع كتير واخرس، وانت هتكون العقليه. ودي برضو من النقاط اللي انا اقول لك عليها قدام، بس اصبر. خلاص يا رياسه، 3 حاجات انا بقدمهم لك في القناه دي: ازاي تنظم وقتك، اكون عندك العقليه اللي تستخدمها في التفكير في مشاكلك. انا ما اعرفش مشكلتك ايه، بس خد العقليه اللي انا بحاول اخليك تكتسبها وتكونها واستخدمها في التفكير في مشاكلك دي. خلاص كده يا رياسه.
تالت حاجه كومبانيون او رفيق في الرحله بتاعتك دي، وانت ايه في ثانويه عامه بتاعتك. خلاص كده يا رياسه، هم دول التلات حاجات اللي انا بعملهم. تنظيم الوقت عن طريق الفيديوهات اللي بتبقى بتندرج تحت مسمى او تندرج تحت كاتيجوري. خلاص تنظيم الوقت. وتاني حاجه اللي هي العقليه اللي هي بتندرج تحت كل الفيديوهات اللي انا بنزلها اللي لها علاقه بثانويه عامه. تالت حاجه الكومبانيون اللي هو اللي انا بنزل لك فيديو كل يوم حتى لو اقول لك سلام عليكم وامشي، فاهمني؟ ده الرفيق بتاعك في الرحله. خلاص كده يا رياسه، نخش بقى في الحته اللي انت عايزها. ازاي اعمل العقليه دي؟ مبدئيا كده زي ما انا قلت، تتفرج على فيديوهاتي، تتفرج على فيديوهات غيري. المهم ان انت تكون ايه مقتنع وحاسس ان اللي بيكلمك دوت فاهم لغتك وبيعرف يتواصل معاك، فاهمني؟ عشان انت ممكن تتكلم مع واحد هو فاهمك، فاهمني؟ اصل هو فاهم في المجال اللي هو بيتكلم فيه، ولكن ما عندوش اللغه بتاعتك فما يعرفش يتواصل معاك وانت تفهمه غلط، فاهمني؟ فاهم حاجه تتكلم مع ناس تكون فاهماك، او تتفرج على ناس سوري تكون فاهماك وناس كويسه كده وناس بتفهم. خلاص يا رياسه، فتتفرج على فيديوهات، تتفرج على فيديوهات غيري. المهم ايه تتفرج على فيديوهات، فدي تكون عندك شويه عقليه. ايه تاني يا عبد الرحمن؟ ان انت يبقى عندك صحاب ناس محترمه. يعني عارف ان انت ايه يا عبد الرحمن العشوائيه دي ودخلت انت في حوارات، ما انت فاكر ايه يا ابني؟ ما هي العقليه دي هي البني ادم، البني ادم ده بالنسبه لي عقليه. انا بتعامل مع العقليه الفلانيه، بتعامل مع العقليه الفلانيه. انا بالنسبه لي الحياه دي ان يعني انا وانت ماشي كده انا مش شايفك، انا شايف العقليه، فاهمني؟ انا بجد ما بهزر، انا بالنسبه لي الناس دي عقليات. خلاص، فانت لازم تحاوط نفسك بعقليات تكون محترمه. ليه؟ تعرف تطور من العقليه بتاعتك بسرعه. انت مثلا لقيت العقليه بتاعتك ناقصها حاجه، بس لقيتها في عقليه واحد صاحبك، حاول تكتسب الحاجه دي منه. مش انت دلوقتي لما بتقعد مع واحد صاحبك كتير قوي وهو في كلمه بيقعد يرددها هتلاقي نفسك بترددها معاه؟ حاول بقى تكتسب منه الحته دي او الخصله دي من العقليه بتاعته، تحطها في العقليه بتاعتك. ايوه انا مش كاتب سكريبت، بس كاتب كام حاجه كده فيعني بقرا منهم. المهم ايه بقى؟ حاجتين تانيين كده على السريع، وهي الخبره والتفكير. الخبره هي برضو اللي بتعرف تكون عندك العقليه، وحاول برضو تكتسب الخبره دي من الفيديوهات، فاهمني يا رياسه؟ تمام. تاني حاجه التفكير، تفكير ثم التفكير ثم التفكير، التفكير مع نفسك بطريقه غير طبيعيه، فاهمني يا رياسه؟ تقعد تفكر مع نفسك كتير كتير قوي، فاهم؟ عشان تعرف توصل ان انت يكون عندك عقليه قويه سويه ذكيه. خلاص يا رياسه، كل الكلام الجميل دوت. الاراده، اه الاراده نقطه، الاراده نقطه. مش هكمل بقى اي حاجه تاني. خلاص كده يا رياسه، هي دي الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها لك بخصوص العقليه. انا عارف ان الموضوع غريب، فاهمني؟ بس انا يعني كل الرغي اللي فات دوت، خد بالك هو ده الفيديو، يعني كل الرغي اللي فات دوت هو دوت اللي بيديك العقليه. الكام نقطه اللي في الاخر اللي انا قلتهم دول هم مش دول اللي هم يديكوا العقليه، مش دول. مش لما تلاقي انت فعلا الحاجات دي هتساعد، ولكن الفيديو الاولاني او الجزء الاولاني من الفيديو هو ده فعلا اللي بيكون عندك العقليه اللي انت توصل ان انت تبقى من الاوائل. خد بالك يا اسطى ان انا لو كلمتك عن ثانويه عامه هتلاقيني بكلمك عن الحياه، فاهمني؟ يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون بتكلم في سياق ثانويه عامه، ولكن حاجه زي كده انا فعلا مش عارف احطها في سياق ثانويه عامه اصلا. انت عشان يبقى عندك عقليه محترمه، ممكن حد دلوقتي يكون عنده عقليه ضعيفه، فبالتالي اي حاجه بتاثر عليه، فبالتالي لو المدرس بتاعه مثلا بص له بصه مش حلوه يرجع ما يعرفش يذاكر. خلاص، ممكن واحد يكون العقليه بتاعته خوافه، فبالتالي ممكن يخش الامتحان يتوتر ويجي يسقط، تمام؟ مع ان هو اصلا شاطر. بس كده، فاظن وفهمته. لازم تكون قوي وتكون عقلية. اتفرج على فيديوهاتي، اتفرج على فيديوهات الناس التانية. المهم ان هو تكون ناس بتفهم وتكون ناس انت بتفهم لغتها. مش يا رياسة؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا تستفيدوا منه. محدش يحبني. سلام.